الرصيف، بحيث لو انا جاي على اليمين ماشي جنب الكورنيش بتاع ده السور جنب السور على طول، يبقى الرقم بتاع اللي ماشي ويمينه البحر، اللي جاي وشماله البحر هيبقى على الرصيف الرقم. ويا ريت نبقى كل 500 متر نعمل لو حد كبير زي بتاع تنزل صغيره كده يقعد بالظبط. ميه حاجه هي في حاجه زي كده، بس حضرتك محتاجه تطوير شويه، بس معاك بس نعمل، لان ده اولا ماشي على البحر، حتى لو في عربيات ماشيه وفي بتاع البحر بياكل كل العادم وياخد كل الكلام ده. طيب انا عايز اقول بقى نرجع لنادي الاتحاد، ايه الزيطه اللي كانت عندكم مكتوبه عليكم في الجرايد دي ويقولوا خناقات ومش عارف ايه؟ بصراحه انا الموضوع ده يعني مضايقني بصفه شخصيه. يعني ما ينفعش انا مجموعه مجلس اداره يعني انا منقيها كمجموعه، وزي ما حصل في بعض يعني تاني نادي الاتحاد من الانديه او تاني نادي اللي هو المجموعه اللي انا اخترتها كلها نجحت في الانتخابات. ايوه يعني كان في قائمه وقائمه محترمه كلها. فحضرتك بتتكلم يعني الكلام ده يعني كلكم منقيين بعض زي ما تقولوا يعني، فننقي المجموعه كلها، ولكن لما حد يشت عنها ده بيزعلني. وفي الاخر يعني اللي دايما الصداقه واللي دايما العشره. نادي الاتحاد لو انت موجود النهارده في مجلس اداره بكره مش موجود، انا موجود النهارده كرئيس نادي بكره مش موجود، ولكن العلاقه الطيبه اللي بيني وبين الاستاذ ابراهيم هي دي اللي عدوم. انا اتمنى تبقى هي دي العلاقه. فاذا كان حد بيشت انا بقول ان هو يعني لازم يرجع عن صوابه، وبالذات ان مثلا يعني نائب زي النائب علي سيف نائب محترم. مش هتكلم عن شريف، ولكن في الاخر يعني الاخوه كلهم اخوات. يعني مساله انا اتمنى يعني ما ينفعش. وانا بقول يعني لو شريف يعني سمعني بقول يعني لازم ان هو ياخد خطوه ايجابيه للنائب علي سيف، وده لا تقليل من شريف، ولكن انا بقول ان ده واجب علينا ان احنا نلم الموضوع تاني، وواجب عليا ان انا كرئيس نادي الم الموضوع. وفي الاخر نادي الاتحاد في عصر بقالنا 4 شهور في طفره انا حاسسها ملموسه، طفره رياضيه في الكوره، في طفره في الباسكت بول، في طفره انشائيه بنحاول ان احنا نعملها. ففي الاخر فكرني عايز اسالك على حاجه في الباسكت بول. ففي الاخر مش هيرجع على محمد ولا هيرجع على علي ولا هيرجع على شريف ولا هيرجع على طارق، كلنا مجموعه واحده. في الاخر هيقولوا نادي الاتحاد السكندري عمل حاجه كويسه. بس كنا بنعمل حاجه كويسه، وانا بارجو ان الكلام ده انا اتمنى ان هو يتحل، وانا عندي القدره ان انا احله في وجود. يعني انا برضو بقول هذا الكلام ان علي سيف او النائب علي سيف من الناس المحترمه والناس لها وساعد في نادي كتير قبل ما انا اكون موجود. حتى كنت في فتره من الفترات هو كان موجود في احد المجالس الاخرى، ساعد في النادي ماليا. ما ينفعش نطلع في الجرايد ونتكلم ونعاير بعض. الموضوع لازم يتلم. نادي الاتحاد قيمه بقيمته بمجلس ادارته، فاذا كنا احنا بنكبر بهذا النادي، فما ينفعش ان احنا يعني انا يعني يا ريت هم يكونوا سامعيني، واكيد هم سامعيني ان الموضوع ده لازم يتلم بسرعه. يعني لو تسمحوا لي بقى سياده النائب سيف واخونا شريف تسمع، طب يعني اعملوا لي خاطر انا. طيب طبعا خاطر وانا عضو يا اخي ما عندكم يعني اعملوا له خاطر يعني اعملوا له خاطر يعني. عايز اقول ان يعني وارد ان احنا نختلف، انما اللي مش وارد ابدا ان يستمر الخلاف لما يكون احنا ناس مثقفين وناس ونسيء لبعض. وارجو ان يكون المساله كده. ويعني واذا كان حد غلط ثاني انا بعتذر لاي حد من الاثنين، بس نفسنا في مره حتى لما نختلف نعرف نختلف بالظبط. بس ده وانا عارف ان نقدر نعمل. انا عارف ساعات الواحد لما بيغضب يعمل حاجات، انما الحكايه كلها ما تستاهلش. في مناسبه الباسكت، انت عندكم راجل اسمه اسماعيل علي ولا اسماعيل احمد ما شاء الله عليه. ده الراجل ده حكايه. استنى انتوا مش عارفين قيمه الراجل ده. اولا انت جبته ازاي؟ ده الراجل ده النجم، ده نجم النجوم في لبنان. انا ما اعرفش الكلام ده، اللي قال لي الكلام ده اخونا الاستاذ ماهر مخلد اللي هو رئيس تحرير برنامج الجديد. أيوة. وكان مدير مكتب الاهرام في لبنان ولسه راجع من 3 ايام بالظبط. فبيتكلم فبيقول لي انا عايزين من ضمن الحاجات المهمه ان نستضيف اسماعيل احمد. مين اسماعيل احمد؟ قال لي ده سمعه صح؟ قلت له مين سمعه؟ قصه اسماعيل. قال لي سمعه. قال لي ده اهم واحد في لبنان. بالظبط. قلت له ده لبنان مش صغيره دي. قال لي ده اهم واحد في لبنان. قلت له ازاي؟ قال لي ما في الراجل ده اشهر واحد هناك. لبنان كره السله فيها متقدمه جدا. لا هناك في لبنان حضرتك انا بتكلم على اسماعيل. لا في لبنان معشوق الجماهير، قعد 7 سنين هناك. كان اصلا بيلعب في نادي الاتحاد، جاب بطولات مع نادي الاتحاد، ولكن احترف في الخارج. بياخد حوالي يعني ما شاء الله عليك. لما بيدوه عايده هناك ده حاجه قصه كبيره جدا. كان بيلعب في نادي الرياضي كان يعني بتاع الحرير الله يرحمه. ونادي ليه قيمه وفيوتشر مستقبل هناك. فاسماعيل حضرتك لا حضرتك تخش من انا دخلت معايا اخر مره كنت انا رئيس بعثه نادي الاتحاد بطوله التحرير الاخيره. وانا داخل فقلت له اسماعيل انا ترى رئيس البعثه، فالبعثه جايه كلها بزي رسمي شكلهم محترم. فالراجل انا دخلت له فلان وفلاني، الراجل بتاع الجوازات، قلت له فلان وفلان اهلا وسهلا بيك. قلت له معايا بعثه نادي الاتحاد، فهو بيكلمني كده في وشه الناحيه الثانيه.
قلت له حضرتك انا بكلمك. قال لي ده سمعه كله يفوت سمعه كله يفوت كله يفوت يعني. فما شاء الله عليه. فانا واخدنا بطوله دوري عام يعني السنه اللي فاتت نادي الاتحاد. بس حاجه انا انبسطت جدا وبقيت سعيد جدا وبقيت مبسوط قوي انا بسمع كلام من الناس. وانا بسعد بيه كمان ان هو بروفيشنال يعني محترف يعني محترف. انا ان شاء الله احنا عايزين هنا نشوف حكايه الراجل ده. انا بعت وازاي انا هو متجوز كمان واحده لبنانيه ومخلف يعني منها. اصل انا عايز احكي لك حكايه. اصل احنا دلوقتي بقى عندنا سوق لبلدنا دلوقتي الحاجات الكويسه ما تبانش ما تسيرش ولا عايزين مشكله بلا سمعه يعني سمعه ده خدت بالك يجي نتكلم عن النسات ولا حد انما تعالى قول سمعه ده بقى مسكون مثلا بقفص بطيخ ولا اي حاجه اي مصيبه يعني خدت بالك مليون واحد كله هيبقى بيسقف فيه بالطوب. واسماعيل بص حضرتك يعني الباسكت بول هناك في لبنان لها قيمه كبيره جدا. الواد ممكن يعني اسماعيل في اسكندريه معروف ومحبوب في مصر برضه معروف ولكن حضرتك طول ما هو ماشي في لبنان صور هو بيحكي لي ان ده واحد من اهم الشخصيات في لبنان على اي مستوى. احكي ده وحاجه فانا طب ازاي احنا يعني انا بعتذر لاسماعيل وبعتذر لحضراتكم ان انا ما اعرفش وان انا ده جهل مني ما كنتش اعرف ده. انا ما هو ده لازم ازاي ما نعرفش ده. انا عاوز اقول لحضرتك انا هتجنن هو الحاجه كويسه ما نعرفهاش. انا لما جبته ايام الانتخابات ووقع معايا فالناس افتكرت انها دي خبطه عشان الانتخابات. هو بيحبني جدا وانا بحبه جدا فافتكر انها خبطه عشان الانتخابات بس وبعد كده يعدي. فعلا وقع الولد الناس كلها ما كانتش تصدقها يعني. اسماعيل موقع عندنا ووقع معاه 3 سنين فانا اتمنى له واخد بطولتين في شهر بطوله حريري في لبنان وبطوله حلب في سوريا. هو القضيه انه مش وصل لمرحله هو هناك ان الراجل ده بقى احد الحاجات الاهم في لبنان. فلما يبقى حاجه زي دي واحنا اللي عارفين فانا ان شاء الله ضيفنا ان شاء الله ونشوف ايه عم سمعه ده حكايته الاخر حاجه تفرح. انا شخصيا لما بسمع انا مبسوط الحمد لله وسعيد. وانا بشكر استاذ ماهر ان هو يعني وصل حضرتك لا مش وصل ده هو بيقول لي انا اسمي سمعه. قلت له يا عم هو فاكر ان انا عارف. قلت له يا عم انا مش عارف حاجه احنا هنا بتاع كوره مش بتاع باسكت مش بتاع سمعه. احنا قعدنا كل الفضائيات في مصر قاعده تتكلم في موضوع واحد 15 سنه اللي موضوع ورق ويقول لك الاتحاد كويس يعني احنا بننشغل في حاجات ثانيه. ده ما شاء الله عليه. هنشوف سمعه ده ايه والكلام ده كله. انت اخباركم ايه في الباسكت السنه دي بقى؟ ده ما شاء الله عليه. احنا بطل مصر الدوري العام السنه اللي فاتت كابتن عمرو بخير يعني وجازم معاهم ما شاء الله عليهم عاملين شغل محترم قوي. في السنه دي لغايه دلوقتي احنا متصدرين الدوري مع الجزيره دوري مرتبط. عندنا ماتش بكره مع الزمالك وعندنا بعد 3 ايام مع الاهلي. هم ماتشين بدون جمهور بالمناسبه يعني عشان عقوبه. ايه حكايه؟ لا بفتح القصه مش عارف انت اتكلمت فيها قبل كده. اتكلمت ما احنا عايزين نخلص من الحكايه دي. ما مش حاببها مش حابين اصل حضرتك مش مستاهله. لا يعني مش مستاهله بس ما اصل كل حاجه اصل ما بعد كده يعني الموضوع الموضوع فيه نوع من العصبيه زي لا مش عصبيه. لا انا سالت فحد فسر لي تفسير. انا لما اتكلمنا في المساله دي في اكتر من تفسير للمساله. هم حتى التفسير ان بيقولوا لي ان اللعبه القوانين بتاعتها بتتغير عشان احنا كل شويه بيضيف حاجات. لا اللعيبه ولا المدربين ولا الاداريين على بيعترض على حاجه فبيعمل. انما انا بعتقد واتقال لي من اخونا سعيد اللي هو كابتن اللي كان كابتن الزمالك اللي هو في النادي الاهلي هيثم سعيد. هيثم سعيد كان هنا كان بيلعب في الاهلي دلوقتي. بيلعب في الاهلي وراجل معروف بخلقه وراجل مهندس وراجل يعني راجل شخصيه في الزمالك يعني عضو مهندس داره. قال لي ممكن عشان بيبقى في عصبيه وتنشن والكلام ده كله. ده تفسير وتفسير هندسي يعني هو الراجل المهندس بتاع بره. انا في رايي لا ده ولا ده. انا في رايي في حاجه ثالثه. المجتمع ده يعني هم مجتمع